عشنا وشوفنا اللي خان، عشمان ندي أمان، وكمان بيلوم علينا ويجيب عيني في عينينا. مريض حب امتلاك وراسم دور ملاك، ده من جوا هلاك وده طبعه من زمان. في حوار صريح ومؤثر مع الإعلامي محمد قيس في برنامج عندي سؤال على قناة المشهد، فتحت الفنانة المغربية بسمة بوسيل قلبها لتشارك تجاربها الشخصية والتحديات التي واجهتها في حياتها. تحدثت بسمة عن زواجها المبكر وتأثيره العميق على حياتها النفسية والشخصية. أشارت بسمة إلى أنها تزوجت في سن 20، وأن الحب في تلك الفترة أبهرها وأعماها، مما جعلها تفقد نفسها وتبتعد عن ذاتها. وأكدت أنها الآن تعارض فكرة الزواج المبكر بسبب التجارب الصعبة التي مرت بها. كشفت بسمة عن معاناتها من الاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس خلال فترة زواجها، مشيرة إلى أن والدها كان الداعم الأكبر لها. وقالت بسمة: والدي قبل أن يتوفى قال لي: أتمنى أن أراك يوما سعيدا. وأضافت: لو لم يكن والدي على قيد الحياة آنذاك لكنت قد انتحرت. وتطرقت بسمة إلى موضوع انفصالها عن الفنان تامر حسني، موضحة أن قرار الطلاق نهائي ولا نية لهما للعودة. وقالت: الطلاق لا رجوع فيه، أنا وتامر لا نفكر في العودة إلى بعضنا. كما أشارت إلى أن هناك أشخاصا يحاولون الإصلاح بينهما لكنها لا ترى فرصة للعودة. أكدت بسمة أنها تسعى الآن لإعادة بناء نفسها والتركيز على مسيرتها الفنية والمهنية. وقالت: أنا الآن عدت إلى ذاتي وكأنني ولدت من جديد. وأشارت إلى أنها ليست مستعدة حاليا لدخول علاقة جديدة، وتفضل التركيز على تحقيق نجاحاتها الشخصية. هذا الحوار ألقى الضوء على الجوانب الإنسانية في حياة بسمة بوسيل، وكشف عن قوتها في مواجهة التحديات وسعيها لإعادة اكتشاف ذاتها بعد تجارب صعبة.